ذكر سهل يسير يتكون من كلمات بسيطة يقوله المسلم في الصباح وفي المساء وعند سماع الأذان، فيوجب الله له به دخول الجنة، بل يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فيدخله الجنة ويعطيه الله حتى يرضيه. وقبل أن نتعرف على هذا الذكر، رجاء دعم هذا الفيديو بالإعجاب، وأن تزينوا التعليقات بكثرة الصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. أحباب الكرام، يحرص النبي صلى الله عليه وسلم دائما على تزويدنا بما يبشرنا برحمة الله عز وجل، وبما يدخلنا في رحمة الله سبحانه وتعالى. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يعطيه حتى يرضيه. وفي رواية أخرى: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. وفي رواية أخرى: من قال حين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء أي الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. فاحرصوا على هذا الذكر العظيم صباحا ومساء وعند سماع الأذان، وذكروا به غيركم، واعلموا أن الدال على الخير كفاعله.